بعد اختيار الكاستنج بتاع الاكس مين في انقسام كبير على الانترنت، في ناس عاجبها فعلا الكاستنج ده وفي ناس تانية شايفه ان الموضوع محبط شويه. فخلينا في فيديو النهارده نتكلم عن كاستنج شخصيات الاكس مين وكمان عن اصول الشخصيات دي، ومن غير ما نطول في الكلام كتير خلينا نبتدي. فاول واحده كانت بتطلع معانا على المسرح في دي 23 سيدي سينج، واللي طبعا هتلعب دور جين جراي. احنا اصلا شفنا شخصيه جين جراي في فيلم سبايدر مان براند نيو داي، واداء هناك كان حلو جدا. في الفيلم ده احنا بالفعل عرفنا اصل جين جراي في الام سي يو. هناك اختها ساره عندها قدرات يعتبر كده شبيهه جدا بجين، ولكن الدي او دي سي بيقبضوا على اختها علشان خاطر يعملوا عليها تجارب، وللاسف ساره بتموت اثناء التجارب دي. ولما جين بتعرف باللي حصل بتنفجر من الغضب وتفتح قدراتها على مستوى ضخم جدا. لكن في الكوميكس الموضوع مختلف شويه. اخت جين ساره مش متحوله اصلا، لكن لما جين كان عندها 10 سنين كانت بتلعب بره مع صاحبتها، وفجاه عربيه خبطت صاحبتها وماتت. وبسبب الصدمه النفسيه الناتجه عن موت صاحبتها، جين هنا بتفتح قدراتها على الاخر. صدمه موت صاحبتها هنا بتدخلها في حاله اكتئاب وبتخليها مش قادره تتحكم في قدراتها. بعد كده طبيب نفسي بيعرف اهل جين بالبروفيسور اكس، وتشارلز هنا بيكتشف انها متحوله، لكن هو مش بيقول لاهلها الحقيقه. ومن اجل سلامه جين، تشارلز هنا بيقفل القدرات بتاعتها وبدلها بيساعدها انها تطور قدراتها في التحريك الذهني. وبعد كده تشارلز بيدخلها مدرسته، وهناك جين بتتدرب مع سايكلوبس وبقيه الشخصيات. والشخصيات دي كمان هتظهر في اول فيلم الاكس من الجديد. لكن لحد دلوقتي الكاستنج بتاع ايس مان وانجل وكمان بيست لسه ما اتاكدش، لكن المؤكد ان تشارلز هنا هيكون هو اللي هيتواصل معاها، خصوصا ان صدمه موت ساره لسه مؤثره فيها، وجين مش هتكون قادرة تتحكم في قدراتها. وساعتها البروفيسور اكس هيدخل في القصة ويحاول يساعدها ويتعامل مع الحالة بتاعتها كمان. بعد كده بيطلع على المسرح سايكلوبس الجديد. كيت كونر هيلعب شخصية سايكلوبس في الام سي يو، وسايكلوبس واحد من اكتر شخصيات الاكس من بصراحة المفضلة عندي، وعشان كده كيت كونر لازم فعلا يثبت نفسه في الدور ده، خصوصا ان اصل شخصية سكوت شخصية عندها كاريزما شوية. طفولة سكوت الطبيعية بتتغير تماما بسبب حادثة بتحصل أثناء رحلة عائلية. طيب خلال الرحلة دي عيلتهم بتتعرض لهجوم من كائنات فضائية، ووالد سكوت كان بيحاول يرجع العيلة للبيت عن طريق طيارة خاصة، لكن فجأة الفضائيين بيهاجموهم. والد ووالدة سكوت بيتخطفوا، وسكوت هنا بيضطر هو وأخوه أليكس يقفزوا من الطيارة باستخدام باراشوت واحد بس. لكن أثناء سقوطه على الأرض سكوت بيتعرض لإصابة في دماغه، والإصابة دي بعد كده بتلعب دور كبير جدا في قدراته. ومع مرور الوقت إصابة دماغ سكوت بتأثر بشكل كبير جدا على قدراته، وخصوصا إشعة العينين. بسبب إصابة الدماغ دي سكوت بيفقد قدرته الطبيعية على التحكم فيها، وعشان كده بيضطر يلبس النضارة الخاصة بيه. وفي النهاية القدرات بتاعت سكوت بتلفت انتباه البروفيسور اكس، وتشارلز هنا بيدخله هو كمان المدرسة بتاعته ويبتدي كمان يدربه. ودلوقتي كيت كونر هو سايكلوبس الجديد، وبصراحة مش متحمس قوي ان الممثل ده يعمل الشخصية، لكن خلينا نشوف كده هيقدر يعمل ايه في الدور، علشان بعد كده بقى يجي للراجل الاساسي بتاعنا البروفيسور اكس. وبالنسبه للبروفيسور اكس اللي هيعمل الدور بتاعه كريستوفر ابوت. الكاستنج ده برضه عامل انقسام كبير بين الفانز، وانا شخصيا مش عارف ليه مارفل اختارت كريستوفر تحديدا للدور ده. واقصد هنا كان في ممثلين تانيين داخلين سباق كاستنج البروفيسور اكس وكانوا اقرب بكتير لشكل الكوميكس، لكن كريستوفر يعتبر من اقل الاختيارات شبها بالشخصيه في الكوميكس. خلينا نشوف شكله هيبقى عامل ازاي بعد ما يحلق شعره، خصوصا اننا شفنا جيمس قبل كده كبروفيسور اكس بالشعر ومن غير شعر، وجيمس كمان كان بصراحه عاجبني جدا في شخصيه البروفيسور اكس. فكريستوفر هنا لازم يوصل لمستوى الاداء ده. طيب بالنسبه لتشارلز، هو اتولد في عيله غنيه واهله كانوا عايشين في نيويورك، وهو اصلا متحول عنده قدرات برضه رهيبه. لكن بعد وفاه والده زوج امه واخوه غير الشقيق بيخلوا فتره شبابه صعبه جدا. لكن تشارلز بعد كده بيبقى عالم عبقري، وبسبب قدراته دي شعره بيقع، ومن خلال قدراته دي بيقدر يحس بافكار ومشاعر الناس التانيين. في الكوميكس تشارلز بيفقد رجليه اثناء قتاله مع كائن فضائي، الكائن ده يسمى لوسيفر. اما في الافلام فاحنا عرفنا ان رصاصه ماجنيتو اللي اتصدت منه ضربت تشارلز في اسفل ظهره، وده تسبب في شلل الجزء السفلي من جسمه بالكامل. فخلينا بقى نبقى نشوف الفيلم الجديد بتاع الاكس مان هيقدم لنا سبب ايه للاصابه المره دي. حلم البروفيسور اكس هو ان يعمل عالم يقدر فيه البشر المتحولين يعيشوا فيه مع بعض في سلام، ولكن البشر مش بيعاملوا المتحولين بشكل كويس، وعشان كده البروفيسور اكس بيفتح المدرسه بتاعته للشباب الموهوبين. وبعد كده في النهايه بيكون فريق الاكس مان. البروفيسور اكس هو اساس واهم جزء في افلام الاكس مان. لو مارفل قدرت تقدم الشخصيه بشكل قريب من الكوميكس فاحنا كده تقريبا ضمننا ان 50% من الحاجات هتطلع مظبوطه. بعد كده بقى بيطلع على المسرح سامارا ويفين، واللي هتلعب شخصيه ايما فروست. وبصراحه من كل الكاستنج اللي تم الاعلان عنه دي اكتر واحده انا مبسوط بيها الصراحه، هي حرفيا شكلها زي ايما فروست بالظبط، وده بقى اللي نسميه كاستنج مطابق للكوميكس. في الكوميكس ايما هنا يعتبر هي الاخت التانية من بين 3 اخوات، وكان عندها اخ اكبر كمان، واللي بسبب والده المسيء دخل في طريق الادمان. ولما والدها هنا بيقرر يختار مين هيكون الوريث القادم لممتلكات العيله بيتم الكشف هنا ان اخوها هو الاختيار. وطبعا والد ايما ما بيكونش مبسوط من الموضوع ده، وعشان كده بيقرر يختار ايما كوريثه. لكن ايما بترفض وبتقول ان هي اللي هتقرر مصير حياتها بنفسها.
بعد كده ما بتروح نيويورك ومعاها شوية فلوس، وهناك بتصبغ شعرها وبتدخل الامباير ستيت، وبعد ما بتتخرج بتدخل عالم البيزنس وبتحقق ثروة ضخمة جدا. إما كانت ذكية جدا وكمان عندها كاريزما وعندها قدرات عقلية قوية، وكمان تقدر تحول جسمها بالكامل لماس. وبعد كده بنشوفها في الآخر بتحول وايت كوين في الهيل فاير كلاب، وهي يعتبر كده كان معظمها أعضاء من الأشرار الفاسدين، لكن بعد كده بنشوف إن ما بتختار طريق الأبطال وبتأسس بقى أكاديمية بتنافس بيها كده المدرسة بتاعت البروفيسور إكس، وبتبدأ بقى تضرب متحولين في المدرسة بتاعتها. وبعد كده بنشوفها كمان بتنضم للإكس مان، فعشان كده الشخصية دي مثيرة للاهتمام جدا. وسمارة يعتبر بصراحة من أنسب الممثلات اللي ممكن يلعبوا دور إيما فروست، عشان بعد كده تقدم معانا الممثلة إندي مافاريت اللي هتعمل شخصية روج. فزي ما احنا عارفين روج عندها قدرات مميزة جدا، لأنها بمجرد ما تلبس أي شخص تقدر تمتص قدراته، والقدرة دي في نفس الوقت تعتبر لعنة بالنسبة ليها. القدرات بتاعتها دي بتتفعل لأول مرة لما بتبوس ولد، ونتيجة بقى لقدراتها الولد بيدخل في غيبوبة، ومن هنا بتبقى دي لعنتها إنها مش قادرة تلمس أي شخص بشكل مباشر، لأن لو لمست شخص جسديا ممكن تسبب ليه ضرر ضخم جدا. وبعد كده في واحدة من المعارك بنشوفها بتمتص قوة كابتن مارفل، لكن المرة دي قدرت تحتفظ بشكل دائم بقدرات كابتن مارفل بما فيها الطيران والقوة الخارقة، لكن في نفس الوقت امتصت كمان ذكريات وشخصية كابتن مارفل. وعشان تتخلص من شخصية كابتن مارفل اللي جواها بتروح للبروفيسور اكس، وهناك بتلاقي عيلتها الحقيقية الاكس مان. روج عندها علاقة رومانسية مع جامبت. في البداية طبعا الاتنين ما يقدروش يلمسوا بعض، لكن في النهاية بيلاقوا علاج للمشكلة دي وبيتجوزوا كمان. لكن للأسف جامبت مش هنشوفه في فيلم الإكس من الجديد ده، وده على حسب اللي بيتقال لحد دلوقتي، لأن جيمس تاتوم بدور جامبت لسه موجود حاليا في الام سي يو، وهيفضل موجود في الام سي يو لفترة، فعشان كده ظهوره مع الإكس من الجديد لسه محتاج شويه وقت. طيب بعد كده بقى بيتم الكشف عن مايا بوين، ودي هتعمل شخصيه ستورم، وهي اصلا ممثله مسرح، وبرضه دي من ضمن الممثلين اللي انا شايفها مناسبه جدا للشخصيه دي. فاللي كان منتشر قبل كده ان كان بيقال ان ستورم مش هتظهر في الاكس مان، وانها هتظهر بعد كده في بلاك بانثر 3. فاسم ستورم الحقيقي هو اورورو مونرو. لما كانت صغيره طياره وقعت فوق بيتهم، وده وصل لوفاه ابوها وامها الاثنين، وخلال الحادثه دي هي نفسها اتدفنت تحت الانقاض، وده تسبب في اصابتها برهاب الاماكن المغلقه، وعشان تقدر تعيش وتدبر نفسها بتتحول لنشاله. لكن بعد كده البروفيسور اكس بياخد باله منها وبيعرض عليها انها تنضم للاكس مان. ستورم تعتبر واحده من اقوى الشخصيات النسائيه في مارفل، هي قادة الاكس مان قبل كده، وكانت كمان جزء من فريق افنجرز، وكمان انضمت للفانتاستيك فور في فتره من الفترات، وحتى كمان في فتره من الفترات بقت ملكه الرعد. وفي الكوميكس بعد ما اتجوزت بلاك بانثر اخذت كمان لقب الملكه، وممكن يكون ده احد الاسباب اللي بيخلي مارفل تقدمها في بلاك بانثر 3، لان غالبا هيبداوا يبنوا قصه العلاقه بين بلاك بانثر وستورم هناك. ستورم كمان تعتبر ميوتنت من مستوى الاوميجا، يعني عندها القدره على التحكم في الطقس والغلاف الجوي. بصراحه كده انا شايف ان هي مناسبه جدا للدور. بعد كده بقى في الاخر بيتم الكشف عن ان ادم درايفر هيلعب شخصيه الشرير في فيلم الاكس مان، وهو مستر سينستر. رغم ان ادم هنا ما كانش موجود على المسرح مع باقي الكاست، لكنه سجل فيديو مخصوص وبعته للفانز. في البدايه كنا سمعنا ان ادم ممكن مارفل تختاره لدور ماجنيتو، لكن بعد كده مارفل قررت تسنده للدور بتاع مستر سينستر، وبصراحه الاختيار مناسب جدا ليه، خصوصا ان شكله اصلا قريب جدا من الشكل بتاع سينستر. هنا بقى الاسم الحقيقي بتاع سينستر هو ناثانيال، وهو واحد من اعظم خبراء الجينات في العالم. كان عنده فضول كبير جدا تجاه تطور البشر، لكن بعد وفاه مراته وابنه بيكرس حياته بالكامل للتجارب العلميه المظلمه. وخلال الفتره دي بيتقابل مع المتحول القديم ابوكاليبس، وابوكاليبس بيستخدم تكنولوجيا، ودي تكنولوجيا سيليستا القديمه عشان خاطر يخليه خالد. مستر سينستر مهووس جدا بسايكلوبس وكمان جين جراي، هو شايف ان الاثنين عندهم اقوات جينيه ممكن توصل لتطور خارق لو تم دمجها مع بعض، وعشان كده بيركز بشكل كبير جدا على تكنولوجيا الاستنساخ، وكمان عنده قدرة على التجدد وقدرات تحريك ذهني، بالإضافة للقدرة على تغيير شكله. وفي فيلم الإكس مان الجديد هيتم تقديمه كشرير رئيسي، وده بصراحة ممكن يكون مثير جدا للاهتمام. في النهاية كيفن فاجي أكد إن الكاستنج ده مش كل حاجة، وإننا هنشوف كاستنج لشخصيات الإكس مان تانية في المستقبل، وهيظهروا كمان في الفيلم بتاع الإكس مان الجديد. لكن حاليا ده كل اللي مارفل أعلنت عنه بخصوص كاست الإكس مان. فمن وجهة نظركم بقى مين أحسن كاستنج من اللي تم الإعلان عنهم؟ فكالعاده بقى استنى في الكومنتات، ولو استحدنا اول مره على القناه ما تنساش سبسكرايب شير كومنت لايك عشان يوصلك كل جديد اول باول، واشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.